ارمي انت وهو القطايف وتعدوج القذايف من ايد العمده. المعلم النتن طلع في لقاء صحفي في وسط المدعكه اللي شغاله دي وقال لك ايه بقى بكل ثقه: الحمد لله يا جماعه خلصنا على كل العده والعتاد والباليست اللي في طهران، واحنا خلاص دلوقتي اللي راكبين والجماعه هناك اما يتمسحوا من على الخريطه. ايوه يا ولاد العبيط، هو ما يقول الكلام ده فين بقى وهو مستخبي في بدروم تحت الارض في تل هباب والولعه شغاله فوقيه. ولما واحد بقى من الصحفيين سال الخال ترامب هو فعلا النتن مستخبي في نفق من اللي اتعملوا جداد تحت المسجد الاقصى، قال له لا بصراحه انا ما اقدرش اقول، ده اسرار عسكريه، لكن هو فعلا المنطقه دي هي امن مكان في الكيان حاليا. وبكده يا جماعه احنا عرفنا ليه النتن مش اما يتضرب، لان اكيد طهران مش هتنشن يعني على المسجد الاقصى. نخش بقى يا اخوات العمده على الطياره الاف 35 اللي قلبت فيات 28 النهارده في سما طهران. الاف 35 الطياره الشبحيه الفولاذيه الجهنميه فخر الصناعه الامريكيه اللي ما بتشافش وما بتضربش. الجماعه هناك شافوها ولمحوها وادوها واحده خلوها تعمل هبوط اضطراري في اقرب مكان وهي ما تعرج. فخر الصناعه طلعت ورا يا جماعه قدام الباليست الحقيقي. خدوا بقى الخبر السعيد ده يا جماعه. اسراء هيوم طلعت قالت لك ايه بقى النهارده؟ قالوا لك كان يوم استثنائي وخدنا خبطات تجيله ما حصلتش من اول الليله ما بدات. خدنا على عينينا 10 رشقات في ساعات قليله والوتيره بقت سريعه قوي. قالوا لك فين بقى؟ في تل هباب وحيفا وجنوب القدس. ويبعد عننا ربنا. قالوا لك مصاف البترول اللي بيعتمد عليها 70% من السكان هناك بقت في خبر كانوا بالسلامه باي باي. ناخد بقى غرزه اوعى كده ونخش على امريكا والوزير بتاعهم الويد بيت الصنف كان عالي معاه النهارده قوي. قال لك احنا في حاله حرب مع العدو الاسلامي سواء سنه او شيعه وهنفضل وراهم في كل مكان. والله العظيم يا جماعه طلع قال كعلني، انا بحاول اقولها بالغاز يعني عشان ما اخدش مخالفه، بس هو تقريبا شرب كاسين وطلع فضح المخطط كله قدام العالم. نسيب بقى اللي في ايدينا كله ونخش على المسجد الاقصى اللي قفل ابوابه في وش المصلين في العيد لاول مره من 59 سنه. وللاسف النهارده الناس صلت في الشارع تحت القمع من اللي ما يتسموا. ده مش بس كده يا اخوات العمده، كنيسه القيامه هي كمان مقفوله لاول مره في التاريخ الحديث. وما يقولوا لك كمان العيد الجاي بعد كام يوم بتاع المسيحيين مش هيصلوه هناك. واللي ما يعرفش كنيسه القيامه هي اهم رمز ديني عند كل المسيحيين في العالم. يعني من الاخر كده الناس دي لا فارق معاهم هلال ولا صليب ونازلين تلطيش في الكل وصايمين عن الانسانيه. ودي بقى غزه يا اخوات العمده يوم العيد اللجنه المصريه مش مقصره وعامله لهم احتفالات حتى لو بسيطه بس اي حاجه يفرحوا بيها الناس. والطفله الغزاويه دي بقى اما تشكر مصر والرئيس السيسي على اللي بيعملوه. احنا بنشكر اللجنه المصريه وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفته الحلوه، انه احنا لنا عيد 4 اعياد بالحرب ما صليناش صلاه العيد بسبب الاوضاع اللي كانت بغزه. وده على فكره مش فضل ولا منا، بس انا ما افكر لما ينتقدونا ويمقمعوا على مصر ان احنا البلد الوحيده اللي فاكره اخواتنا في عز الازمه. نسيب بقى المعمعه دي كلها ونطلع على مصر الجديده. البهوات دول في شيراتون اما يشتموا المصليين ويرموا عليهم جزاز ميه من فوق. وطبعا رجاله الداخليه ربنا ما يقطع لهم عاده ما فيش دقايق، وكان العيال دي مقبوض عليهم. لما الظابط اما يسال الواد عملت ليك يا ابني قال له يا باشا اصل الناس دي وهي بتصلي كانوا ساندين على العربيه بتاعت بابا. طب ايه رايك انت وبابا هتقعد على الفتيس بتاع عربيه بابا عشان تتعلم وتحترم حرمه الناس وهي بتصلي؟ نخش بقى بسرعه على رغيف العيش. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلع قال لك رغيف العيش الواحد زاد 20 قرش بسبب ارتفاع الوقود. طب عليا طلاق يا دكتور مدبولي، لا تدينا الدقيق في حجرنا واحنا نخبز احنا في بيتنا على الحطب ولا تعسف نفسك انت. بس الحمد لله يا جماعه هو ما زودش ثمنه في اخر حديثه. وده بقى يا اخوات العمده سرب مخلب النسر المصري طالع ما يرافق الرئيس السيسي في زيارته امبارح لقطر والامارات ودول الخليج. مصر يد لما تعدي كله يهدي ويركن على جنب عشان كبير المنطقه وصل. وفي وسط لما يحصل في العالم ده كله طالع علينا الراجل ده النهارده وهو راكب حصان ولابس احمس في العيد. اربط هذا الحزام، مش خايف تاخد مخالفه؟ هو الحشيش رخص يا جماعه ولا ايه؟ هو ده حال الشعب المصري في وسط المدعكه اللي احنا فيها. عليا الطلاق احنا ملوك الروجان. طب حد سامعني؟ حد شايفني؟ كل سنه وانتم طيبين، شيرونهم وابعتوا لهم.